تعال اقولك هنعمل الحركة دي ازاي. زي ما انتوا شايفين يا اخواتي، حركة قطع الغيار بدأت طلبت مني كتير اوي، وانا النهاردة انزلكوا الشرح بتاعها على اليوتيوب وعلى التيك توك. فمتنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل لي فولو عشان يوصلك كل جديد والشروحات كلها جديدة. طبعا هنزل نص الشرح هنا ونص الشرح على البرنامج التاني، البرنامج الأحمر اليوتيوب، يعني هننزل شرح على اليوتيوب. يلا بينا يا اخواتي. زي ما انتوا شايفين كده يا اخواتي، هنبتدي ان احنا ندخل على كاب كات ونحط الفيديو سادة من غير اي حاجة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الحركة ديت انت هتعملها في كل حاجة، في اي حركة في الرقبة هتعملها على اي حاجة. الحركة دي تمام بتنفع على كله. طبعا انا كنت عايز اشرح الحركة ديت في حاجة سريعة كده، بس قلت اشرحها لكم كده عشان تكون واضحة ليكم وتكون يعني تبقى باينة ليكم بتتعمل ازاي. تابع معايا اشرحها واحدة واحدة، متنساش تعمل لايك وتكتب كومنت كده تدعمني فيه، وتعمل فولو لو انت على قناة اليوتيوب تعمل اشتراك. اول حاجة هبتدي انت تعمل تكرار للفيديو الاصلي وتيجي تعمل له تراكم زي ما انتوا شايفين كده يا اخواتي. هبتدي ان احنا نرجع التراكم ونخلي بصور الفيديو الاصلي. تمام زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان احنا نرجع الفيديو الاصلي. طبعا هتيجي مثلا عند الحتة اللي انت عاوز تعمل فيها كده، نعمل بس حاجة الاول قبل ما نحدد الحتة دي. نبتدي ان احنا نعمل ازالة تلقائية. تمام هنا يا اخواتي زي ما انتوا شايفين كده هنعمل ازالة تلقائية. طبعا بعد ما الفيديو عمل ازالة تلقائية هيبتدي ان احنا هنا نحدد المكان اللي هنقف عليه. يعني ايه المكان اللي هنقف عليه؟ يعني مثلا عند حركة اول رقبة اللي انت عاوز تعملها، تبتدي انت تحدد الفيديو ايه لحد عندها كده. طبعا احنا عملنا ازاي خلفية للفيديو ده اللي هي التراكب اللي تحت. هتيجي تعمل ايه؟ هتلاقي هنا في كلمة قناة، هتبدأ انت تدوس عليها وتدوس على كلمة دقائق. تبتدي انت تحدد الدماغ بس كده، تحدد انت الراس دي. تمام زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج، يعني مش محتاج حاجة. هتبتدي انت تحدد الفيديو كده، تشد دي كده هتلاقيها طلعت معاك بالرقبة كده. هتبدأ انت ترجع تاني تختار الدراية ديت وتظبط واحدة واحدة كده. هتظبط ايوه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الدماغ ظبطت معانا مظبوط، توب التوب. هتيجي تبتدي انت تعمل هنا، هتحط تاني الدماغ على وشك تمام عشان تعمل وقعة الدماغ او حركة الدماغ عامة. تمام انا هشرح لكم كل حاجة في الفيديو ده، تابع بس اشرح معايا. هتبتدي هنا ان انت شايف العلامة اللي فوق دي، هتبتدي انت تدوس عليها، اللي انا علمتلكوا عليها ده يا اخواتي كده. دي هتدوس عليها هنا في اول الفيديو. تمام وهنبتدي ان احنا هنشد بقى الدماغ مع حركة الايد او الحركة اللي احنا عاوزينها فيها. انتوا فاهميني؟ يعني انت الاول هتحدد مكان الدماغ اللي هو من هنا، هتثبتها كده زي ما هي، تبقى هتكون ثابتة. تمام هتبتدي انت تسحب شوية كده، نكبر بس الفيديو. اهم حاجة تكبر الفيديو كده عشان كل ثانية بتفرق في الحركة دي بالذات. الحركة دي عاوزة ظبط. عشان انت مثلا عاوز تمشيها مع ايدك، هتبدأ انت تمشيها مع ايدك ايه بالحركة دي. صباع فوق بيشد من تحت، وصباع فوق وصباع تحت بيشد من تحت الفيديو، وصباع فوق كده بيسحب الراس. تمام بيمشيها مع الايد واحدة واحدة كده، يبدأ ياخد ثانية بثانية كده. تمام طبعا انت عاوز بقى تعمل حركة اللي هي الريست تري، هتثبت الراس كده مكانها. تمام وسهلة دي خالص. هتبتدي انت تشد الراس كده وتطلعها بره الإطار. هتيجي تبص على الفيديو، بص هتخليها ماشية عاملة ازاي. سيبك من اللي هي ما هتمشي مع الايد دلوقتي، احنا بس نكتم الصوت عشان بس الصوت الفيديو ما يطلعش. سيبك بقى من اللي هي ماشية مع الايد وكده. بص هنا انت دلوقتي ثابتة اهي، بص طريقة كده سهلة عن الموضوع. تبتدي انت تعمل تدبح، تعمل بقى اللي هي حركة الدبح، حركة اي حاجة تعجبك هتقدر انت تعملها بالاسلوب ده. طبعا طبيعي انت هنا مزيكا، انت عملت هنا، انت عملت كده. طب انت في راسين في الفيديو، طب احنا هنشيل الراس ازاي؟ يا عم اصبر، تابع معايا الشرح، انت مستعجل ليه؟ طبعا الشرح هيكون على نصين، نص هنا ونص في البرنامج التاني. طبعا انتوا عارفين البرنامج التاني ايه. هتبتدوا هنا ان انت مثلا تظبطها كده مع حركة ايدك. تمام انت بقى عاوز تعملها حركة ايدك، تعملها بتطير، بتعملها بص بقى، تعملها بتتشقلب. انت كله من النقط البيضة دي، انت زي ما هتوديها هتيجي معاك بدماغك. انت دماغك انت اللي بتمشيها يا صاحبي، مش هي اللي بتمشيك. زي ما انت شايف كده احنا وقعنا الدماغ كده وعملنا الحركات ومشينا الدنيا وظبطنا الكلام. طب يا عم مزيكا الدماغ التانية دي اللي هنعمل فيها ايه؟ هقولك دلوقتي، اصبر بس يا صاحبي، صلي بس على النبي واسمع الفيديو للآخر. زي ما انت شايف كده هتبتدي ان انت تيجي هنا، هتعمل نفس الحركة تاني.
حاجة ايه يا مزيكا؟ هتبتدي ان انت تاخد الفيديو الاصلي تاني، هتبتدي ان انت تاخده تكرار زي ما احنا عملنا في الحركة الاولانية. هتبتدي تاخد التكرار، هتعمله ايه؟ هتعمله كلمة تراكم. ثانية واحدة بس كده، خد هتعمله كلمة تراكم زي ما انتوا شايفين. طبعا جبنا كلمة تراكم، هيبتدي ان احنا نسحب هنا بقى. هنا في الحركة دي مش هتعمل ازالة خلفية، امال هتعمل ايه؟ استنى هقولك هنعمل ايه. تبتدي بس تظبط الاول الفيديو كده، الفيديوهات كلها تخليها بسوا بعضها على بعضهم، تمام زي ما انتوا شايفين. طبعا انت بقى بتصور حواليك شجرة، حواليك سما، حواليك اي حاجة تاخد من اللي حواليك. يعني ايه تاخد من اللي حواليك؟ هقولك هتعمل ايه. الفيديو كده زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان انت تاخد الترقب اللي تحت اللي احنا لسه عاملينها. بعد ما تاخدها هتيجي تعمل كلمة قناع زي ما انتوا شايفين كده. هنروح نشوف كلمة قناع هنا، نظبط بس دي، نعمل لها تقسيم كده ونظبط على قد الحتة دي. تبتدي ان انت تروح على كلمة قناع، هتحدد كلمة دراية، وهتحدد بقى من وراك ايه، حيطة وراك، سما، شجرة، اي حاجة من وراك من الخلفية تبدأ انت تحددها. وهتشد كده وهتبدأ ان انت تشد كده، تكبر دي كده بحيث انت تشيل الدماغ. طبعا هتقولي باينة ومش باينة، باينة بقى ومش باينة، الكلام ده انت بتظبطه بقى، هقولك ازاي هتظبطه دلوقتي. تبتدي انت تسحب دي كده مثلا حاجة بسيطة، تظبط الضرية مثلا حتة في الخلفية كده، تشدها لفوق تشدها لتحت، المهم ان انت مبينش الحواف، تمام. طبعا هنا ممكن تلاقي الحواف باينة كده بتاع، عشان بشرح لك حركة اصلا هنا طويلة. هي اصلا الحركة كلها ثانية ولا ثانيتين بتبان في الفيديو وبتبان مع مؤثرات، فده كله مش بيبان، انما انا بوريك الحركة على الطبيعة. طبعا الدماغ هنا لو ظهرت معاك ورا الخلفية، بتبتدي انت تعمل الطبقة وتعملها للخلف، حاجة سهلة يعني بسيطة. هتبتدي هنا ان انت تعمل، نظبط بقى كده. طبعا كده هنبتدي نظبطها شوية زي ما انتوا شايفين كده، ندوس تاني على كلمة كده، أيوة بالظبط كده، الدماغ كده اتظبطت. نبتدي إن احنا نحدد كده، بس زي ما انتوا شايفين الحركة تبقى ماشية معاك زي الحلاوة. بص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا كده خلصنا الحركة وخلصنا كده الشرح بتاعها. وانت بتسمع الفيديو بقى اتفرج على الشرح واحدة واحدة، عشان ما تجيش تقول لي اصلا البتاع ما عملتش معايا، يا مزيكا الطريقة ما اشتغلتش، يا مزيكا في ايه كده، تمام. ودي تكون نهاية الشرح يا اخواتي، وما تنساش تعمل لايك وتعمل فولو وتكتب كومنت كويس كده من قلبك، تمام. وزي ما انتوا شايفين كده الحركة اشتغلت معانا اهي زي ما انتوا شايفين. ما تنساش تقضينا لايك، وعاوز الفيديو ده يتقدر يا اخواتي، وان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله عاوزينه يطلع ترند. ودي تكون نهاية الفيديو يا اخواتي، ومع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا كلها.